إعمال العقل هنا إنك تدرك إن الساعة اللي بعد الفجر دي بتعادل 3 ساعات شغل في نص اليوم وانت مهنج. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. أنا ياسر الطوخي ويحلي حياتك. النهاردة هنتكلم عن سيكولوجية الإنجاز وبركة الصبح بدري. ليه الناجحين في العالم كله بيبدأوا يومهم والناس نايمة؟ وليه إحنا كمسلمين عندنا سر إلهي في الوقت ده؟ علم النفس بيتكلم عن حاجة اسمها قوة الإرادة الصباحية. عقلك الصبح بيبقى عامل زي البطارية المشحونة 100%، وقدرتك على التركيز واتخاذ القرارات بتبقى في أعلى مستوياتها قبل ما دوشة اليوم والناس تستهلكك. وفي الروحانيات مش مجرد نشاط، ده دعوة مستجابة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني في شحنة بركة سماوية بتتوزع الصبح. اللي بيقوم يلحقها بياخد نصيبه من التوفيق، واللي بينام بيضيع عليه. إعمال العقل هنا إنك تدرك إن الساعة اللي بعد الفجر دي بتعادل 3 ساعات شغل في نص اليوم وانت مهنج. تعالوا كده نشوف الإمام النووي. الراجل ده مات وعنده 45 سنة بس. تخيلوا ساب ورث علمي ومؤلفات قد إيه؟ زي رياض الصالحين والأربعين النووية، حاجات محتاجة مئات السنين عشان تتكتب. العلماء لما بحثوا في سر إنجازه العجيب ده لقوا إنه كان بيقدس وقت البكور. كان بيبدأ دروسه وكتابته من بعد الفجر مباشرة. كان بيقول إن الوقت ده هو وقت الفتوحات. النووي ما كانش سوبرمان، هو بس عارف يفتح الحنفية اللي بتنزل بركة. استغل الوقت اللي ذهنه صافي فيه فكتب كتب لسه بنقرأ فيها لحد بعد 700 سنة. احنا بقى بنسهر نتفرج على مسلسلات او نقلب في التيك توك لحد الساعة 3 الفجر ونصحى الساعة 12 الظهر وعايزين الدنيا تمشي حلاوة. يا صديقي انت لو صحيت بدري هتحس انك خلصت نص مهامك والناس لسه بتقول يا فتاح يا علي. جرب تسبق الكل بخطوة وهتحس ان اليوم بقى فيه استك بيتنط معاك. تمرين النهاردة اسمه تحدي الساعة الذهبية. بكرة بس عايزك تصحى قبل ميعادك المعتاد بساعة واحدة. وراك في اليوم تاسك، صلي ركعتين أو اقرأ صفحتين قرآن، روحانيات. خلص أهم تاسك، إعمال عقل. اوعى تلمس الموبايل أول ما تصحى. الخطوة هي جرب طعم البركة مرة واحدة، وأوعدك مش هتقدر تنام تاني وقت توزيع البركة. أشوفكم الحلقة الجاية في خطوة جديدة للأعلى وحل حياتك. ولو حياتك حلوة الله يزيدك حلا.